سؤال الحلقة اللي فاتت كان ايه هي أول مباراة بقانون خاص في تاريخ المصارعة الحرة؟ والإجابة هي ستيل كيج ماتش، مباراة القفص اللي غيرت مفهوم المكان الآمن جوه الحلبة وحولته لسجن من حديد مفيش مهرب منه. القصة بتاعتها بدأت بفكرة بسيطة عام 37 وبقت مع مرور الزمن أيقونة في عالم المصارعة. يلا بينا نكمل حكايتها مع بعض. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Woo! The best there is, the best there was. Just sexy boy. Get some man! حكاوي المصارعة. لو رجعنا في الزمن مع بعض لسنة 37 هنلاقي واحد اسمه جاك بلومفيلد، مروج مصارعة عبقري من تينيسي. هو أول واحد فكر في إنه يحط إطار معدني حوالين جزء من الحلبة عشان يمنع هروب المصارعين من جوه أو تدخل أي طرف تالت يبوظ البطش من بره. بلومفيلد في الوقت ده سمى الماتش فينس ماتش، لكن مع تطور الشكل المعدني الشبكة بقت شبه شبك مزارع الدواجن، فتحول الاسم تدريجيا إلى تشيكن واير ماتش. Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner. محدش وقتها كان عارف ان الابتكار الصغير ده هيبقى من اعظم الاختراعات في تاريخ المصارعة. بعدها القفص اتطور، كبر، بقى اقوى لحد ما وصل للشكل اللي بنعرفه دلوقتي، القفص الحديدي اللي كلنا بنرتجف لاول ما نشوفه بيتنصب حوالين الحلقة. مع مرور السنين الفكرة دي وصلت لاتحاد NWA. اول مرة الجمهور شاف فيها القفص هناك كان مختلف، سلك حديدي محاط بالحلبة كلها، قوانين بتقول ان الفوز ممكن يحصل بالعد او الاستسلام. أول ظهور ليه كان عام 57 في بوسطن، في مباراة بين العملاقين كيلر كوالاسكي وبرونو سامارتينو، عشان نوصل بعد كده لمنتصف الثمانينات والمصارعة كانت بتغلي جوه الاتحاد. بطل العالم وقتها كان ذا نيتشر بوي ريك فلير، كان سيد اللعبة، بدلة شيك، شعر أشقر، وابتسامة كلها غرور. وراه كمان عصابته الشهيرة ذا فور هورسمان اللي كانوا زراعة الحديدية اللي بيحملوا اللقب بكل الطرق الممكنة. على الناحية التانية كان في داستي رودز ذا أمريكان دريم، ابن الشعب وصوت الناس البسطاء، الراجل الجماهير كلها شايفاه بطلهم الحقيقي. رودز كان بيقف قدام فلير مش بس كمصارع، ولكن رمز للصراع بين النخبة اللي بيمثلها فلير ورجالته وبين الجماهير الكادحة اللي بتتعلق بحلم واحد منهم يمسك الحزام. المعركة دي وصلت لذروتها في ذا جريت أمريكان باش عام 86. القفص الحديدي اتنصب حوالين الحلبة، كل عارف ان دي مش مجرد مباراة، دي حرب. فلير داخل واثق ومعاه حيله المعتادة، ضربات تحت الحزام، استخدام الحبال، محاولات للهروب، لكن المرة دي المفروض القفص يبقى يقفل عليه كل الطرق دي. داستي نزل عليه زي الإعصار، ضربات بالمرفق، الجماهير صوتها بيعلى وبتغلي. فلير حاول يستخدم حركة غير شرعية ومساعدة من الفور هورسمان اللي حاولوا يتدخلوا، لكن القفص منعهم. داستي قلب الطاولة لحد ما في لحظة تاريخية خطف فلير بحركة سمول باكج وسط صراخ الجماهير وخطف الفوز، وهنا رفع الحكم ايد داستي رودز ليعلنه بطل العالم الجديد. الجماهير انفجرت، وكانت أول مرة يشوفوا فيها الفارس المغرور ريك فلير بيتحطم جوه القفص الحديدي قدام عدو اللدود وبطريقة مفيهاش أي حيلة للهروب. في نفس الوقت في اتحاد WWF دخل القفص الحديدي بشكل جديد، عبارة عن أنابيب زرقاء كبيرة متربطة ببعض بتسهل الرؤية وبتسهل التصوير. الفوز كان عن طريق الهروب من القفص فقط لا غير، من فوقه أو عن طريق الباب. لكن اللحظة اللي دخلت التاريخ فعليا كانت سنة 83، اتواجه سوبر فلاي جيمي سنوكا ضد دون موراكو على لقب القارات. انتهت بانتصار موراكو، ولكن التاريخ افتكرها بحاجة أعظم، القفزة. بعد الماتش سنوكا طلع فوق القفص 5 متر فوق الحلبة، الجماهير كلها وقفت اتجمدت للحظة، كله بيسأل هيعمل ايه المجنون ده. وفجأة نط سنوكا بأجمل حركة طيران شافتها المصارعة، عشان اللحظة دي تكون بذرة واحد من أهم أساطير المصارعة اللي هيغيروا اللعبة في التسعينات، وكمان ألهمت الكثير من المصارعين الآخرين للطيران. بس لو في عداوة خلت الجماهير تبص للقفص بشكل درامي حقيقي فهي عداوة بريت هارت ضد أخوه أوين هارت. قصة بدأت من غيرة أوين شايف إن أخوه كبير بريت واخد كل المجد، كل الألقاب وكل الأضواء. أوين كان عايز يثبت إن هو الأفضل. الموضوع انفجر في ريسلمانيا 10 لما أوين هزم بريت في مباراة افتتاحية مذهلة قفص حديدي. اللي ميز الماتش إن القاعدة كانت وقتها مختلفة، مفيش استسلام، مفيش تثبيت، الفوز بيجي بطريقة واحدة بس، لو طلعت بره القفص. ده خلى القتال كله حوالين مين يهرب الأول، عشان تخلق مباراة ذهنية وتكتيكية عظيمة. الجماهير كانت عايشة الصراع العائلي
بما فيهم الأب والأم ستيو وهيلين هارت. العداوة دي فضلت واحدة من أصدق وأقصى القصص اللي حصلت جوه القفص، ووصلتنا لسؤال الحلقة النهاردة: إيه أفضل عداوة عائلية شفتها في حياتك في المصارعة الحرة؟ عشان نوصل بعد كده أواخر التسعينات، فترة اتيتيود إيرا. دي الفترة اللي المصارعة كانت مليانة فيها دم وعنف وجراءة ما شافهاش الجمهور قبل كده. واحدة من أيقونات العصر ده كانت مباراة ما بين ستون كولد ستيف أوستن وفينس ماكمان، فالنتاينز داي ماساكر 99. حد نفسه فينس ماكمان، الاتنين يدخلوا سوا جوه قفص حديدي. الجمهور اصلا ما كانش مصدق ان المباراه دي ممكنه، وكان كله متاكد ان فينس ماكمان هيحاول يبوظها باي طريقه. لكن المباراه بتحصل فعلا. الماتش بدا بهجوم من اوستن وحشي، وفينس حاول يهرب بكل الطرق الممكنه، لكن القفص قفل عليه كل السكك ان هو يهرب. الجماهير كانت في قمه الهتاف، وفي عز المعركه حصلت المفاجاه. القفص بيترج، محدش فاهم ايه اللي بيحصل. بيظهر بيك شو لاول مره في دبليو اف وهو بيكسر الارضيه وبيقتحم المباراه من تحت الحلبه. يظهر جوه القفص ظهور ضخم ومرعب. عنصر المفاجأة خلى الجمهور ينفجر من الصدمة. شال أوستن ورماه بقوة. المفروض دي تكون نهاية أوستن، ولكن قوة الرمية الجمهور انفجر من الفرحة مع بطله الشعبي ستون كولد ستيف أوستن. ننتقل بعد كده مع اتحاد AEW، أحدث نجم في عالم المصارعة. أول ظهور القفص هناك كان مميز جدا سنة 2019 لما كودي روز واجه ووردلو من أجل إن هو لازم يكسبه عشان يواجه MJF. القفص كان مختلف، أكبر حجما، مفتوح من فوق، مصمم عشان يسمح بلحظات سينمائية. كودي في لحظة أيقونية طلع لأعلى القفص وقفز على ووردلو، لحظة لخصت فلسفة AEW. احنا هنقدم لك كل اللي مشفتهوش قبل كده. لكن AEW ما اكتفتش بالمباريات العادية، دول ابتكروا نوع جديد: Unsanctioned Lights Out Steel Cage Match. فكرة ان الاتحاد بيرفض يتحمل مسؤولية عنف المباريات دي، فبيطفي النور بعد العرض الرسمي ويقول لك انا كده دوري انتهى. بعد كده النور بيولع كإشارة إن اللي هيحصل دلوقتي خارج السيطرة. القفص هنا مش بيبقى حماية للمصارعين، ولكنه بيبقى مجرد إطار للعنف. ومن هنا نروح لأعنف مثال: هانجمان آدم بيج ضد سويرف ستريكلاند. عداوة بين الاتنين وصلت لمستوى شخصي بشكل مرعب. سويرف اقتحم بيت هانجمان وهو مش موجود، واقف جوه أوضة ابنه وساب رسائل تهديد. رد هانجمان كان جنوني أكتر من اللي عمله سويرف. راح بالطفولة سويرف حرقه قدام عينيه. القصة دي خلت الجماهير تقول دي مش مجرد عداوة، دي حرب في اول اوت 2024. المباراة نفسها جوه القفص كانت دموية، اتنين بيدوروا على الانتقام مش على الفوز. النهاية مش بضربة جوه القفص زي العادي. هانجمان استغل لحظة جنون، مسك سويرف غرس في فمه حقنة بينج عشان يفقد وعيه. بعدها رفع الكرسي وضربه بضربة اعتبرها النقاد أعلى صوت ارتطام بالحديد في تاريخ المصارعة، صوت ارتجف له كل من في الصالة. وهنا أعلن الحكم نهاية واحدة من أعنف المواجهات وأكثرها جنونا. هانجمان خرج منتصرا، لكن ساب وراه قصة من أكتر المواجهات دموية وإبداعية في العصر الحديث. الحقيقة إن القفص هنا ما كانش سجن، كان مسرح جريمة مكتمل الأركان. وما ينفعش أتكلم عن القفص في AEW وما أجيبش سيرة التحفة الفنية والمرشح الأول لمباراة العام في 2025 حتى الآن ما بين الأستاذ في هذه العداوة ويل أوسبري والتلميذ المنقلب على أستاذه لإثبات نفسه كنجم قادم كايل فليتشر. ده سبب إنه يكلفه لقبه بعد مهاجمته بضربة مفك في الراس، لينتهي بهم المطاف داخل القفص الحديدي في AEW Revolution 2025. وهنا أترككم مع العظمة دي وهم يحكوا الحكاية بطريقتهم.
قبل ما نختم الحلقة أحب أفكركم ببعض أنواع القفص اللي ظهرت ماتشات معدودة ولم تستمر. لايونز دين، القفص الخاص بكين شامروخ في WWF، كان شبه حلبة UFC. هو كين شامروخ أصلا بطل في UFC. تم لعب 3 مباريات منه فقط، ومرة كمان في NXT باسم فايت بيت. أمبروس أسايلم، مستشفى المجانين الخاصة بدين أمبروس اللي هو جون موكسلي حاليا. الفكرة هي تعليق العديد من الأسلحة في القفص. ظهر مرة واحدة بس، ومرة بعد كده في NXT متزود عليه كمان سلك شائك فوق القفص. السلك الشائك فوق القفص دي كانت فكرة موجودة قبل كده في ECW. أما الاختراعات التي لم تلقى قبول ونجاح من الناس، كان في ماتش القفص الكهربائي في TNA، في بونجامي بريزون، وماتشات الهنود دي ملناش دعوة بيها. فاضل بس أفكركم بسؤال الحلقة، مستني إجابتكم في الكومنتات. ومتنساش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس. استنونا عشان تعرفوا أكتر في حلقاتنا اللي جاية.